هتتفق معايا تختلفي معايا، الاوضه دي مش اوضه طفل، الاوضه دي اوضه لينا احنا، اطلع فيها طاقتي، اقعد اصوت، اقعد العب. يعني بجد الاوضه دي انا مش قادره اتخطى جمال المكان. هو بصوا ما شاء الله الفيلا كلها تحفه، بس جمال الاوضه بقى انا مش قادره اتخطاه خالص. تمام. وطبعا هي مبسوطه جدا، ليكي حق يا حبيبتي تتبسطي، والله انا كمان مبسوطه، يعني انا مبسوطه وانا بتفرج على الفيديو، ما بالك بقى لو انا موجوده. بصوا بعيدا عن اي حاجه، احنا ممكن بس نشوف فكره في فيديو، في اوضه، في حاجه ننفذها. بصراحه جميل جدا، عاجبني. انا كنت منزله لكم قبل كده فيديو عن مطبخ موف، عجبكم جدا، وقلت لي لو عندك افكار بقى عن بقيه الشقه، اي فكره تنزلها لنا. اوض الاطفال اتسالت كتير قوي عن اوض الاطفال، مع ان اوض الاطفال بتبقى معتاده ومعروفه، بس ممكن احنا نجيب فكره تكون بره الصندوق شويه. الاوضه جميله جدا، انت ممكن تعملي للبيبي صغير اوضه تكون بس ايه بحاجات اقل من كده. دي فيلا طبعا ما شاء الله، ربنا يبارك لاصحابها فيها، انما احنا مثلا عندنا شقق اوض صغيره، فاحنا ممكن ناخد بس افكار بسيطه واحنا نبتدي نطبقها عندنا في الاوضه تتحول لجنه. فما شاء الله. انا شيماء غريب، لو انت اول مره تشوفيني ما تنسيش تحطي الكومنت اللي زي العسل اللي شبهك، وما تحطيش لايك عشان بيرفع معانا الفيديو، واشوفكم ان شاء الله في فيديوهات حلوه كتير تعجبكم. مع السلامه.